بنادي الاتفاق. نرحب فيك ابو بدر. نقول لكم هارد لك. فايز السبيعي يقول انه ما كنا نستحق الخساره اليوم في هذه المباراة، نظير المستوى الفني اللي ظهر فيه اللاعبين. انتم كمجلس اداره كنتم تستحقون الخساره؟ يعني في البدايه طبعا نبارك الاخوان بنادي الفتح طبعا الثلاث نقاط والصداره. ما في شك طبعا اكيد المباراه اليوم ما نستحق الخساره اليوم. اعتقد انه الشوط الاول كان متكافئ، الشوط الثاني سيطره كامله على مجريات المباراه. ضربه جزاء للاسف الشديد يعني لم تحتسب، احتسبت في البدايه وبعد ذلك طبعا الغاها الحكم المباراه. الشيء الغريب انه رجل الخط يعني عندما يعترض، يعني لو كان فعلا ضربه جزاء غير صحيحه كان يرفع الرايه وهو في مكانه على الخط. هو اللي شاهدناه طبعا انه رجل الخط اليوم وصل الى المرمى، يعني في حاله التنفيذ. اللاعب في حاله التنفيذ ورجل الخط وصل الى المرمى، وبالتالي معناته انه الموضوع عادي ما في اي اشكال. بعد ذلك طبعا طلب حكم المباراه. الشيء الاغرب واللي فات الحكم للاسف الشديد انه لما لعبت الكره ضربه مباشره وضع الكره على الخط، والخط من ضمن 18 ليس خارج 18، وبالتالي اعتقد انه لو كانت الكره على راس 18 يعني على الخط ال 18 معناتها هي من ضمن 18، وبالتالي راح تكون ضربه جزاء صحيحه. اعتقد فات هذا الحكم يعني للاسف الشديد طبعا في مباراه الاتحاد في الدور الاول كان يوسف السالم في حاله انفراد مرتين في مدافعين الاتحاد ويعرقل من الخلف، لم يطرد لاعب الاتحاد. اليوم يعني في هذا القرار الغريب في الغاء ضربه جزاء بهذا الشكل. الحكم اول حاجه رجل الخط راي استشاري وليس يعني هو من يتخذ القرار. الشيء الثاني انه حكم المباراه كان اقرب الى اللعبه، كان اقرب الى الكره، كان اقرب الى الخطا اللي حصل في على راس 18. كيف يعني الرجل الخط يعني ينتبه للعبه زي هذه ويجي يعني بهذه الطريقه ويلغي ضربه جزاء؟ كان اللاعب مهيئ للتنفيذ، يعني ما كانت اللعبه يعني في طور النقاش. انتهى النقاش، اللاعب توجه للتنفيذ والرجل الخط توجه إلى المرمى للتنفيذ للتأكد من دخول المرمى أو خروجها. كيف يتم إلغاء يعني ضربة جزاء بهذه الطريقة؟ شيء غريب حقيقي اليوم. طيب ترفعون شكوى بهذا الخصوص ابو بدر؟ هذا الموضوع متروك طبعا لمجلس إدارة النادي. أنا طبعا أتأمل أكيد يعني وأنه لابد يعني من رفع شكوى، لأنه هذا خطأ فني وخطأ قانوني يجب أن يعاد النظر بهذا الموضوع. على طاري مجلس الاداره، اليوم نشاهد عدنان المعيبد وحيدا مع اللاعبين، خاصه ان المباراه قريبه يعني في الحسم يمكن اكثر من 150 كيلو تقريبا. وين اعضاء مجلس الاداره اليوم ما حضر المباراه؟ اعتقد ان كلهم عندهم ارتباطات. انا كنت في حديث اليوم واتصلت مع الاخوان اعضاء مجلس الاداره ورئيس النادي، طبعا لم يحضر الا صباح اليوم طبعا من المانيا، وكان في غياب اكثر من شهر. ابو ابراهيم كان عنده ظرف معين، الاخ احمد نفس الشيء كان عنده ظروف، البقيه كلهم عندهم ظروف. البركه في الجميع ان شاء الله. ترددت انباء يعني عن تبادل لاعبين ما بين الاهلي وما بين الاتفاق، ما بين جفين البيشي وايضا يحيى الشهري، طبعا دفع مبالغ يعني متفاوته بين الناديين، هذا كلام صحيح؟ لا هذا كلام غير صحيح نهائيا. لم يحصل اي اتصال ولم يناقش هذا الموضوع، وهذا الموضوع مرفوض تماما. يعني لن يكون هناك اي تبادل بين يحيى الشهري وبين اي لاعب في اي نادي في المملكه. طيب خلينا نتكلم على موضوع يوسف السالم. احمد القرون امس طلع وكيل اعمال اللاعب قال انه تلقى اتصال من محمد الصدعان وايضا خالد الحوار. تعدد المفاوضين بالنسبه ليوسف السالم وبالنسبه للاتفاقيين من الممكن يسبب عرقله والاتفاق مع يوسف السالم؟ شوف يعني هذا الموضوع برمته طبعا عند رئيس مجلس اداره النادي، واعتقد رئيس مجلس الاخ عبد العزيز يعني جلس مع اللاعب قبل سفره الى الخارج، ووعد طبعا الاخ يوسف وعد رئيس النادي بانه يرد عليه حال يعني الانتهاء من يعني بعض الامور الخاصه في يوسف. حق طبعا ليوسف انه ياخذ وقته الكافي للتفكير، وحقنا احنا كنادي طبعا اكيد انه ننجز هذه المهمه. اتكلم عن تعدد المفاوضين. انا بجيك يعني الاشكاليه الاخ احمد طبعا ذكر امس في التلفزيون بان هناك من فاوضه من سواء عضو مجلس الاداره الاخ محمد صدعان او الاخ خالد الحوار مدير الفريق. هذه اجتهادات من الاخوان يشكرون عليها، هذه واحده. شيء ثاني لم يذكر الاخ احمد ان هناك رقم، يعني ما اعتقد ان الاخوان يعني اعطوا رقم، يعني الرقم من يملك هذا الرقم، من يملك اتخاذ القرار في هذا الموضوع هو رئيس النادي، وهذا الملف عند رئيس النادي. هذه اجتهادات ما اعتقد ان في اشكاليه. كلنا في جو رياضه، كلنا يعني في مدينه واحده ونتحدث مع بعض. الاخ احمد القرون يعني اخ وصديق وعزيز،
وله الحق بالعتب اكيد، وله الحق، ونحن نعرف تماما يعني حرص احمد على يعني تنفيذ رغبه اللاعب، ولكن يعني اعتقد من حقنا احنا بعد كمجلس اداره نادي ان نجلس مع لاعبنا. لاعبنا اليوم ما دخل 6 شهور، ولا في اي شيء نظامي يعيق اللاعب، يعيق مجلس اداره النادي سواء رئيس النادي او احد اعضاء مجلس الاداره بانه يجلس مع اللاعب وان يعني يستفسر وان يناقش اللاعب في العرض. اعتقد ما في اي مشكله. بس يوسف السالم خرج وسائل اعلام وقال انه ما راح تفاوض الا مع رئيس النادي. أنا قرأت هذا الكلام وحسب ما نقل لي من الأخ يعني من الأخ خالد الحوار بأنه يوسف نفى هذا التصريح، وأعتقد هذا الملف الآن مناط برئيس النادي، يجب أن يتم حسمه بأسرع وقت إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك العافية.